انت لما بتطنش المشكله مش بتتحل. لقيت الموضوع هيطول هطنش. حد يا جماعه كان بيحب المدرسه؟ هاي فايف برنامج عادي جدا زيه زي اي برنامج. انت بتقتنعي ان المشاكل ممكن تعدي بالتطنيش؟ لا ابدا، لان هي انت لما بتطنش المشكله مش بتتحل. انت عندك مشكله كبيره في حياتك وانت بتتجاهلها مش بتواجهها، هتفضل تكبر المشكله وتزيد، وانت هيحصل لك انت مشاكل نفسيه ان انت مش قادر تواجه، تحط حاجات جواك. شوفي هي فريده قالت ايه؟ قالت انا لما في مشكله مثلا مع حد لازم اواجهه واكلمه. انت ما لازم الطرف الثاني يطنش. لو انت عندك مشكله معايا هتقولي ولا هتطنش؟ على حسب نوع المشكله. هفتح الموضوع، لقيت الموضوع هيطول هطنش. اكتر حاجه كنت بتحبيها في المدرسه؟ الغنى، من وانا في اولى ابتدائي. هوبا فريده فين؟ في المسرح بتغني. بس لا ما كنتش في الدراسه مش خايبه، يعني شاطره وكل حاجه، بس مش بحبها. مين في الدنيا بيحب؟ كنت بتحبي المدرسه؟ لا، في ناس بتحب. في ناس بتحب المدرسه والدراسه. على فكره في ناس بتحب فعلا. استاذ احمد، استاذ باسل، كنت بتحب المدرسه؟ حد يا جماعه كان بيحب المدرسه؟ محدش بيحب الصحيان بدري. في ناس بتحب المدرسه. محدش فعلا بيحب الصحيان بدري. والله ابدا، في ناس بتحب تنزل المدرسه. انا متهيألي الطفل اللي بيصحى وحاجه بينزل يروح المدرسه بيكبر يبقى سيريال كيلر. كملش خلاص. عارفه رايحه. بيبقى حاجه مشوهه. اصل بنات المستقبل يا ابني دكاتره، علماء، طب ماشي، فيزيائيين. يعني مهم يتعلموا، بس استناه يصحى واعلمه. لكن مين قال ان الشبشب المقلوب لازم يتعدل؟ بابا دايما كده. هما بيقولوا ان هو فال وحش. لا، انا شبشب المقلوب يعني وشه ضرب. تابوهات. ما ينفعش يعني. والله مش هقولها عشان التابوهات. عندي شويه حاجات كده غريبه. تخيلي نفسك ازازه برفيوم صاحبتها بتفضيها على نفسها. انا الازازه اهو خلصت. انا عارف الازازه بتبخ مش بتطف. ابخ ازاي؟ انت بتسوحينا واحنا اللي بنلعب. لا بنلعب بجد. يلا هي حلوه والله، حلوه فعلا. يلا يلا اخر بخه وهنقفل الحلقه. والله بخه اخيرا.